ده مش ابني، أنا مش هاخده. أنا عايزة ابني حلو، مش بعد السنين دي كلها محرومة من خلفة الولاد، وفي الآخر يكون المعاق ده ابني. روح ارميه لأي حد. حرام عليك يا ماما، ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ احمد ربنا، في ناس كتير بيتمنوا ضفر طفل صغير، وانت عايزة ترمي ابنك كده؟ خديه يا اختي، ربيه انت وجوزك، انا مش عايزاه، انا عايزة ولد حلو. قبل ما نبدأ حكايتنا بينا نصلي على النبي. قصة النهاردة حلوة قوي، والحكمة منها لازم نرضى باللي ربنا قسمه لينا، وربنا هيكرمنا بالخير كله. واتمنى تدعموني بلايك للفيديو وتقولولي رأيكم في القصة. سلمى عندها 24 سنة، متجوزة من عبد الرحمن، بقالهم سنة، لكن لحد دلوقتي لسه مخلفوش، وعندها أختين أكبر منها متجوزين ومعاهم أولاد. واتفاجئت في يوم مامتها بتقولها: معرفش ليه يا سلمى، حاسة إن أنا تعبانة، تعالي معايا للدكتورة بما إنك النهاردة هنا، واتصلي بجوزك قوليله إنك هتتأخري عندنا النهاردة عقبال ما نروح ونرجع. وفعلا سلمى بتروح مع والدتها للدكتورة وبتكشف عليها، لكن بتتفاجئ لما الدكتورة بتقولها: ألف مبروك، حامل، بس يا ريت بلاش حركة كتير علشان سن حضرتك قليل جدا لما حد بيحمل في السن ده. سلمى اتصدمت جدا، وأول ما خرجت من عند الدكتورة قالت: ماما، انتي حامل ولا بتهزري؟ حامل ازاي؟ هو ايه يا حبيبتي اللي حامل ازاي؟ هو انا مش متجوزة ابوكي ولا ايه؟ وبعدين عادي، كده كده نفسي اخلف من زمان. تخلفي ايه يا ماما؟ ما تراعي سنك، ما انتي معاكي 3 بنات متجوزين وكمان مخلفين، يعني يعتبر انت عندك احفاد. طب سيبي الكلام ده ليا، انا اللي متجوزة بقالي سنة ولسه ما خلفتش. لا يا حبيبتي، ما انا نفسي في ولد، معايا 3 بنات بس هموت واجيب الواد. شدي حيلك بس انت كمان وخلفي لينا حتة عيل. بعدها بيروحوا على البيت، ووالد سلمى بيتبسط جدا بالخبر ده، وبيطلب من سلمى تخلي بالها من مامتها بما انها اقرب واحدة ليهم وساكنة في العمارة اللي جنبهم. حاضر يا بابا. على الرغم ما كانش ليه لزوم ابدا ان ماما تحمل في السن ده، بس مادام انتوا حابين كده خلاص. يا بنتي دي ارزاق وربنا كاتبها، المهم خلي بالك من امك علشان نعدي 9 شهور على خير ان شاء الله. وبالليل سلمى بتروح على بيتها، وجوزها قال لها: يعني امك تبقى حامل وانت لا؟ انا نفسي في حتة عيل يا سلمى، حرام عليكي، ما تشدي حيلك شوية، ابوكي كده هياكل وشي. هو كل واحد يقول لي شدي حيلك؟ يا جماعة مش بايدي حاجة، ما كل حاجة بأمر ربنا. على العموم انا هكون مجبرة اقضي اغلب الوقت عند بابا واخد بالي من ماما، لان حملها في السن ده صعب جدا. سلمى قعدت تخدم في والدتها طول ال9 شهور، وكانت دايما بتطمن على الجنين، واكتشفوا فعلا انها حامل في ولد، واتبسطوا جدا بالخبر ده. بس الغريبة لما كانوا عند الدكتورة وهي في الشهر السابع، وقالت: انا اسفة يا جماعة، بس واضح عندي ان الجنين مش سليم. يعني ايه مش سليم؟ ما توضحي كلامك يا دكتورة واتكلمي على طول كده. انا حاليا مش متأكدة، لان دي مجرد تنبؤات بان الحالة اللي قدامي وان الجنين مش سليم، لكن حاليا مش قادرة احدد بنسبة كام. هنستنى ان شاء الله لما حضرتك تولدي بالسلامة، ونحاول لو في امكانياتنا نعالجه باذن الله. لا، انا عايزة انزله. تنزلي مين يا ماما؟ ايه اللي بتقولي ده؟ ده لسه قدامك بس شهرين وتولدي، ازاي هتنزليه؟ انت كده بتقتلي ابنك. انا مش عايزة المعاق، انا عايزة طفل حلو. اهدي يا ماما، انت عقلك صغير كده ليه؟ يمكن الطفل يجي سليم، او يكون في حاجة بسيطة والدكتورة هي اللي بتقول كده، بس هي لسه مش متأكدة. يلا نروح على البيت ونتفاهم هناك. وفعلا بيروحوا البيت، ووالدة سلمى كانت حزينة جدا من وقت ما جم من عند الدكتورة. ووالدها قال: مالك يا ام سلمى، انت زعلانة ولا ايه؟ لكن سلمى بترد على والدها وبتقوله: ابدا يا بابا، ده ماما بس خايفة شوية علشان هتولد، وبتقول انها مجربتش الولادة من زمان، فخايفة شوية بس مش اكتر. معقولة خايفة من كده؟ طب ما تسيبي الكلام ده للبنات الصغيرين،
أما هي كبرت على كده خلاص. على العموم ما تخافيش يا أم سلمى، بكرة تولدي وتقومي لينا بالسلامة. بعدها بيعدي شهرين وبيجي يوم الولادة، والد سلمى بيكون عنده شغل، فهي بتاخد والدتها وبتطلع بيها على المستشفى. وفعلا بيعدي وقت ووالدة سلمى بتولد، ولما فاقت كانت متعصبة جدا لأن الدكتورة أكدت كلامها وقالت إن الطفل معاق. ده مش ابني، أنا مش هاخده، أنا عايزة ابني حلو، مش بعد السنين دي كلها محرومة من خلفة الولاد وفي الآخر يكون المعاق ده ابني. روح ارميه لأي حد. حرام عليكي يا ماما، ايه اللي بتقولي ده؟ احمد ربنا، في ناس بيتمنوا ضفر طفل صغير وانت عايزة ترمي ابنك كده؟ خديه يا حبيبتي، ربيه انت وجوزك، انا مش عايزاه، اشبعي بيه، انا عايزة ولد حلو. اسمعي، اوعي تعرفي ابوكي ان خلفت، فاهمة؟ قولي انه مات، انا مش هقضي بيها عمري جنب الطفل ده. انا مستغربة قوي كلامك، تحس انك مش ام عقلها كبيرة بتتكلم. ده ابنك وده اخويا، ما ينفعش اللي بتقوليه ده. اهدي، انا هتكلم مع بابا لما يجي، انا هروح اتصل بيه دلوقتي، خليكي انت هنا. بعدها والدة سلمى بتاخد الطفل وبتخرج من الباب الخلفي للمستشفى، وبتروح وتحطه جنب الكوبري جنب المستشفى. بعدها بترجع من تاني وبيكون جوزها وصل. كنت فين يا ماما؟ كنا بندور عليكي من زمان، فكرنا حصلك حاجة. أنا بس رحت أشوف ابني في الحضانة، قعدت عنده شوية وبعدين رحت الحمام وجيت. معلش يا أم سلمى، بنتك قالت لي إن الطفل معاق، بس ما فيش أي مشكلة، كله نعمة من عند ربنا وأنا راضي. يلا علشان نشوفه. روح يا سلمى اسأل الدكتور عنه قبل ما نروح. بعدها سلمى بتروح وترجع بسرعة وبيكون وشها مخطوط جدا وبتقول: بابا، أخويا بيقولوا مش موجود في الحضانة، وبيقولوا كان موجود مع ماما هنا وهو ما دخلش. لا دخل، في واحدة ممرضة جت أخدته مني وقالت لازم نحطه في الحضانة. هو معنى كده ايه؟ ابني مش لاقيينه؟ أم سلمى عملت إنها أغمى عليها واتخضوا عليها جدا ونسيوا الطفل. وبعد شوية فاقت وقعدت تعيط وتمثل الدور وتقول: ابني فين؟ هاتولي ابني، مين أخده؟ اهدي يا حاجة، هنبلغ البوليس، بس والله ما احنا عارفين هنقول لهم ايه، ده حتة عيل صغير لسه مولود، مش هنعرف عنه ولا أصل ولا فصل. بعدها بيروحوا على البيت ووالدة سلمى لسه بتمثل الحزن، والكل كان حزين جدا على الخبر ده. ازاي الطفل اختفى ومحدش عرف يوصله، وازاي يختفي من الأوضة مرة واحدة؟ بعدها عدى يومين ووالدة سلمى بدأت تحلم بكوابيس، واستمرت الكوابيس عندها فترة جامدة جدا وبقت دايما حزينة ومكتئبة. ما تزعليش نفسك يا مسلمة، قدر الله ما شاء فعل، ربنا يعوض علينا ويبارك لنا في بناتنا. أنا بس معرفش مين أخد الطفل واللي حصل ده حصل ازاي، حاجة تطير العقل. بعدها سلمى بتاخد والدها على جنب وبتقوله: ماما شكلها بقت تعبانة قوي وبقت خاسة، ايه رأيك نقول لها الحقيقة؟ ما تفتحيش بقك بأي كلمة يا سلمى، أمك تستاهل اللي يحصل لها، علشان بعد كده تبقى ترمي ابنها بدون رحمة، تستاهل كل اللي يحصل لها وأكتر من كده كمان. يا بابا، هي صعبانة عليا قوي، أنا بقول كفاية كده ونعرفها غلطتها. هي بنفسها ما اعترفتش، بس ازاي احنا هنقول لها ونريح قلبها؟ سيبيها تتعذب، لولاكي كنا دلوقتي بنتعذب. سيبيها تتحمل نتيجة أفعالها، وبحذرك تاني إياكي تتعاطفي معاها وتقع بلسانك. بعدها سلمى بتروح على بيتها وجوزها بيقول لها: مالك يا سلمى حزينة قوي كده ليه؟ انت لسه زعلانة على مامتك؟ معلش يا سلمى، بس أنا شايف إن باباكي عنده حق في كل حاجة هو بيعملها، وهي لازم تتعاقب. بعدها بيسمعوا صوت طفل بيعيط من جوه، وسلمى بتقوم وبتاخده وبتسأل جوزها: انت عملت له اللبن زي ما قلت لك؟ لازم ناخد بالنا منه، ده أمانة، لا عندي ما بابا يقول لنا هنعمل ايه. ما تقلقيش، أنا بتعامل معاه على إنه ابني، لكن يا سلمى ما شاء الله صحته حلوة قوي، مش زي ما الدكتورة قالت لوالدتك. معرفش بقى الدكتورة كانت غلطانة ولا ايه، بس لما ماما كانت حامل قالت إنها مش متأكدة إذا كان سليم ولا حاجة، لكن الحمد لله
دلوقتي هو سليم وزي الفل. ربنا يكرمنا احنا كمان يا سلمى، ويكون عندنا ابننا احنا كمان، وده نرجعه لأهلك. على الرغم ما بعرفش أنام طول الليل، بس حبيته قوي، ملامحه كلها منك. سلمى اتكسفت جدا من كلام جوزها وقالت: طب يلا علشان تنام، لأن عندك شغل بدري، وأنا هقعد لما ترجع وتقعد بيونس، وبعدها أنا أروح لماما. وتاني يوم سلمى بتروح لمامتها، وباباها بياخدها على جنب ويقول لها: ايه أخبار أخوكي؟ صحته عاملة ايه؟ خدي بالك منه وخليكي متابعة مع الدكتور. ما تقلقش يا بابا، ده في عيوني، حتى جوزي بيحبه قوي وقاعد دلوقتي بيه. بعدها سلمى بتدخل على مامتها وبتقول لها: أخبارك ايه يا ماما النهاردة؟ الحمد لله، بس لسه بحلم بكوابيس عن أخوكي. وفي حين وهي بتتكلم بيغمى عليها. فورا سلمى بتنادي على باباها وبيجيب ليها دكتور، وبيقول: هي بتعاني من حالة عصبية، ياريت تبعدوا عنها أي حاجة تزعلها، وأنا كتبت ليها شوية أدوية وإن شاء الله تبقى كويسة، عن إذنكم. بعدها والدة سلمى بتقعدها قدامها هي وجوزها وبتقول لهم: أنا عايزة أعترف ليكم بسر. أنا ما بقتش ضامنة عمري، وحاسة قلبي بيتعذب كل يوم، طول ما أنا كاتمة السر في قلبي، وخايفة أموت قبل ما أعترف بيه وربنا يسامحني. أنا من يوم ما عرفت إن ابني معاق قعدت أفكر إزاي أتخلص منه، ولكن ما لقيتش حل، وما كنتش عارفة أنزله. إرادة ربنا إنه يجي على وش الدنيا، ولما جه شيطاني مريحنيش. أخدته بعد ما رحت كلمت أبوكي، حطيته تحت الكوبري اللي جنب المستشفى. معرفش وقتها عقلي كان فين، ضميري مش مريحني من وقتها، وندمانة إن عملت في ابني كده. حتى إني فكرت أروح أدور عليه تاني يوم، ورحت فعلا لكن ما لقيتهوش. أنا ندمانة قوي، ضيعت ضنايا من إيدي، سامحوني. ولسه جاية تعترفي بده دلوقتي؟ انتي مش أم، ولا عندك دين ولا ضمير، وأنا هطلقك، ما بقتش عايزك. اهدى يا بابا بس، هدي أعصابك، هي اعترفت بغلطتها. على فكرة بقى يا ست هانم، ابني معانا من يومها، لولا ستر ربنا ثم سلمى كان دلوقتي تايهين وما نعرفش هو فين. يعني ايه الكلام ده؟ ابني معاكم؟ هو عايش؟ انتوا بتقولوا ايه؟ اتصل بجوزك يا سلمى، خليه يجيب الواد ويجي بعد 9 شهور. أمه لسه فاكرة تسأل عنه وتعترف بغلطتها. وقت ما أخدتيه ورحتي علشان ترمي ابنك، راحت وراكي سلمى وشافتك وأخدت الولد، ولما أنا وصلت المستشفى قالت لي انت عملت ايه، علشان بس هو معاق، وأنا كنت هقتلك بإيدي، بس أخدته وقررت أعلمك درس جامد جدا علشان تعرفي قيمة الضنا. والله ندمانة، صدقوني كنت هتجنن لما عرفت انه كده. ما حبيتش اكمل بقى عمري مع طفل كده، بس ندمانة، والحمد لله رجعت لعقلي. هو فين؟ ابنك سليم، ما فيهوش اي حاجة، وبنتك اخدته وربته هي وجوزها طول ال9 شهور، لكن انا اللي عندي دلوقتي لسه شايف ان ده اقل عقاب ليكي، ولازم تتطلقي وتتحرمي منه باقي عمرك. بعدها بيدخل جوز سلمى ومعاه الطفل، وهي بتجري عليه وبتاخده في حضنها وقعدت تعيط. خلاص يا حاج، هي اعترفت بكل حاجة، وانت الحكيم اللي بينا، حكم عقلك يا حاج، هتطلقها هتروح فين في السن ده؟ سيبها تربي ابنها. معلش يا بابا سامحها، هي خلاص أخدت عقاب جامد جدا وتعلمت، لو سمحت خليها عايشة معاك تربي أخويا. أنا كنت مجنونة لما فكرت إني لازم أخلف ولد، وما حطيتش في بالي إن ربنا كرمني ب3 بنات ونعمة، خصوصا انت يا سلمى، انت بنت الصغيرة ودايما شايلاني ومش محملاني أي تعب، بس انت غالية قوي، ربنا يرضيكي يا بنتي. بعدها عبد الرحمن بياخد والد سلمى وبيقعدوا برا في الصالة وبيحاولوا يهدوه، وسلمى قالت: خلاص يا ماما، اهو رجع ليكي تاني، اهدى علشان صحتك بقت في النازل خالص، حاولي تبقي كويسة علشان تقدري تربيه. انت عارفة يا سلمى، يوم ما عرفت ان حامل فيكي كنت سعيدة جدا، فكرتك ولد، بس اتفاجئت لما قالوا لي بنت، كنت زعلانة وقتها، لكن لما شفتك وشفت جمالك خطفتيني من يومها،
وانت غالية على قلبي، انت واخواتك نعمة من عند ربنا. انا رجعت العقل الحمد لله، ومش ممكن افرط في اي حد منكم. بعدها سلمى اتكلمت مع باقي اخواتها البنات وعرفتهم الحقيقة، لكن قالت ليهم ان محدش يتكلم في الموضوع ده ابدا في البيت، سواء قدام والدهم او والدتهم، ويتبسطوا بوجود اخوهم وبس. وبعد 7 ايام سلمى بتتعب جدا، وبعدين بيكتشفوا انها حامل في 40 يوم. الكل اتبسط ليها، وان اخيرا ربنا عوضها. كده بقى هتنسي اخوكي؟ ما بقيتيش هتهتمي بيه زي قبل كده، صح؟ هتهتمي بالنونو اللي جاي. ربنا يكملها ليكي يا حبيبتي على خير. لا طبعا يا ماما، ايه الكلام ده؟ اخويا هيفضل ومازال في عيوني، المهم خدي بالك منه، بس هو ده وش السعد عليا. لما نيجي نعمل خير لازم نتأكد ان ربنا هيكرمنا بخير مضاعف. لو وصلتم لنهاية القصة ما تنسوش تعرفوني رأيكم في الكومنتات. وهل والد سلمى كان المفروض يطلق مراته فعلا، ولا يكتفي بالدرس والعقاب اللي هي أخدته؟